السلام عليكم. كتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لا سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وأيضا تحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة المغربية. كما كيكرس هذا المشروعان الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد. وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا المواصفات ديال السيارة المغربية الجديدة لشركة نيو موتورز والمؤسس ديالها نسيم بالخياط. نشوفوا السعر ديالها ونشوفوا فوقاش غادي تكون متاحة في السوق. باش نعرفوا اكثر على هذا المشروع تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش لايك والاشتراك في القناة، وما تنساوش شي تعليق محفز. اليوم عرس كبير بالنسبة للصناعة المغربية ككل، وبالنسبة لصناعة السيارات، بحيث أن سيدنا الله ينصرو تفضل تكريم جوج ديال المقاولين مغاربة مبدعين مغاربة، أول علامات سيارات مغربية اللي تفضل بها وكرمها سيدنا الله ينصرو، ونموذج ديال سيارة مبتكرة رفيعة المستوى بمحرك الهيدروجين. هذا افتخار كبير بالنسبه للمنظومه الصناعيه المغربيه اللي دخلات في عهد جديد طبقا اليوم هذه السياره السعر ديالها ما بين 165 ألف درهم، هي 19 مليون 19 مليون على حسب لي زوبسيون اللي غادي ديروا. عندها فيها جوج موتوريزاسيون، جوج ديال المحركات، واحد فيه 3 سيلندر اللي عنده الكونسوماسيون ديالو ضعيفه 5. فاش غنبداو لا برودكسيون شهر جوان، الشهر الجاي كنتسناو غير نتوصلوا بلي كوموند اللي عملنا ديال قطاع الغيار واصلين ان شاء الله هذا الشهر، ونبداو المنتوج الشهر الجاي، ونبداو نفرقوا على السوق المغربي ان شاء الله، نبداو به هو الاول. وكما سمعتوا بان هذه السياره كيتراوح السعر ديالها ما بين 17 مليون و 19 مليون، وغادي تكون متاحة في السوق ابتداء من شهر يوليوز المقبل، وغادي تكون صالحة للمناطق القروية وأيضا الجبلية، وغادي يتم في مرحلة مقبلة إصدار نسخة رباعية الدفع بمحرك كهربائي. والمحرك ديال هذه السيارة صنع في مدينة القنيطرة، والاستثمار المخصص لهذه السيارة كيبلغ 156 مليون درهم في إطار اتفاقية وقعتها الشركة مع وزارة الصناعة في سنة 2019 وكيمتد على 10 سنوات. وبخصوص القدرة الإنتاجية الحالية كما قال نسيم بالخياط بأنها كتبلغ 5000 سيارة في السنة، وغادي يتم الرفع منها تدريجيا باش توصل إلى 27000 سيارة في السنة على المدى المتوسط. وكيأكد تقديم سيارة شركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، إرادة صاحب الجلالة لتشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها، لا سيما لدى الشباب المغربي اللي كيجسدها هذا المشروع. وقامت شركة نيو موتورز بإحداث وحدة صناعية بعين عودة لتصنيع سيارة موجهة للسوق المحلية والتصدير أيضا، وكيتوقع باش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 27000 وحدة بنسبة إدماج محلي كتوصل إلى 65%. ويتوقع أيضا أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل. وكتشرف على هذا المشروع اللي كيعد إذانا بميلاد أول سيارة بعلامة مغربية للعموم كفاءات وطنية، وكتعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات وتطويرها بالمملكة. وكيوضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة على المستوى العالمي الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل كتجمع ما بين النجاعة واحترام البيئة. ووشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز، وفوزي النجاح المؤسس المدير لشركة ناميكس بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تشجعونا بلايك والاشتراك في القناة.